الاصدقاء سمعوا معايا واحد الكرغوليه تتهضر على الطعام يعني الكسكس. سمعوا معايا شنو تتقول عليه. تنعتذر الاخوان على اصوات الضحك الزائده على الفيديو، انا ما زدتم ما والو، لقيت الفيديو بحال هكا وبغيت نبارطاجيه معكم، ولكن سمعوا معايا مزيان. يعني مفطور دوك نقول لك كيفاش يميزوه بكري يعصرة بكري كان ما عندهمش الناس الشيشه، واش داروا باش يطلعوا طعام عندهم غير سميده برد باش يديروا رفدوا الملح الخشين، كاين رفد الملح الخشين، كاين رفد الملح السكر الخشين والملح الخشين، يرمونا فوق الماء والسميد يطلعوه شتي تربى فوق الماء وما يطلعش كيف بعديك باسكو الخشين ما يبدا يتربى يقول لي طعام كي ولا يطعم يجوا يفوروا كي يفوروا او الملح يدخل الملح ماشي يدير وبدا يدوب كي يفور سخانه يبدا يدوب كي يدوب يخرج كي يخرج يدير ثقب. شفت هذاك الثقب؟ ايوا ومن بعد كي ترفديها كتشوفي ثقب ويسموه قالنا حنا بالقبائليه خصو يكفلان طعام مفقود. هاد الكرغوليه تتهضر على الطعام اللي هو الكسكس، ولكن الغريب في الامر انها تتهضر على واحد الموديل اخر ديال الطعام ديال دوله كرغلاء، الطعام ديال العالم الاخر اللي الاسم ديالو الطعام المثقوب. انا اول مره في حياتي الاخوان واتكلم صادقا، عمري سمعت في حياتي الطعام المثقوب، واللي عنده شي معلومه على الطعام المثقوب الكرغولي يبارطاجيه معنا من خلال التعاليق. انتم في تونس عندكم شيء زي القفطان؟ أكيد عندنا القفطان التونسي، لكل منا طبعه الخاص وبصمته الخاصة في القفطان المغربي، سواء كان جزائري تونسي مغربي أو موريتاني تركي أو أيا كان. يعني هذه نغتنم الفرصة بحضورك التونسي باش نوضح واحد المسألة اللي تكلمت عليها الزميلة. طبعا اخترت على الامر وقالت القفطان التونسي كاين فقط القفطان المغربي، وكنظن بان اللباس او اللباس التقليدي التونسي يقولوا الجبه ولا شي حاجه بحال هكا، فاختار كنعرفوا كاملين ان كاين قفطان واحد هو القفطان المغربي. كبر بها وعطاها فرصه زعماك باش تعرف بالتراث التونسي ديالها. ساعه هي تتلصق بحال لحم الراس، باغا تلصق في التراث المغربي. اش داك التراث المغربي؟ هضري على التراث التونسي ديالكم. ولكن عجبني فيها رشيد العلالي، خلاها حتى سالات وقال لها لا، كاين قفطان واحد اللي هو القفطان المغربي. الحمد لله بناء القصدير رجع النسبة 15%. كل البيوت القصديرية قضينا عليها وماهوش بالعنف، سكناهم عمارات، ولادهم راهم يتمتعوا بالكهرباء والماء والغاز الى اخره والمدارس. وهما راه عندهم ازمه دروك، هما عندهم ازمات في الاحياء القديمه تاعهم وخايفين من هذه المظاهرات العنيفه اللي فيها الحريق وفيها كذا وفيها كذا، لان الحي كما كان هذه 40 سنه راه موجود 40 سنه، الكثافه زادت وما بناوش وما يقدروش يبنوا لان نظامهم ما يسمحش باش نبنوا. احنا في هذه 4 سنين فاتت 1,700,000 سكن داوها الجزائريين والجزائريات، مبروك عليهم. انا بغيت نعرف شكون هما يكذبون، شكون هما؟ واش تهضر على الشعب المغربي؟ انا اول مره في حياتي تنشوف رئيس دوله تيسكت الشعب ديالو بالظروف ديال الجيران ديالو، يعني بالظروف ديال الدول المجاوره، مع العلم ان الظروف اللي تيهضر عليها كذبون. الظروف ديال الجيران ديالو هي ظروف واهيه ما كاينش منها كاع، عندكم غير نتوما يا هكاوا. الكهرباء احنا الدوله الوحيده، وهذا على الحساب تاع الامم المتحده. الأمم المتحدة كانت مسطرة 2030 نسبة نمو بالنسبة لكل البلدان تاع الأمم المتحدة. احنا الدولة الوحيدة اللي فاتت المعدل اللي كانوا حسبته الأمم المتحدة. الدولة الوحيدة ما كانش لا أمريكان ولا فرنسا ولا الروس. فتنا الشيء اللي كان محدد. عندنا فايض رانا باش نبيعوا لأوروبا الكهرباء، بينما زمان كان غير يجي الحمان شوية يبدا يدقدق عليك الكليماتيزار ويطفى. مابقاش هاد الامور عندنا احنا. وبين مختلف الدول هي للايقاع بيننا وبين غيرنا، هي للضغط على الامه الجزائريه حتى تخترق السياده، وحتى يتآمرون على تفكيك جيشنا، ويتآمرون
معليش ولا كان راح حظو حنا واش نديروا وبالك راه كاين واحد هنا من الثوره المضاده تاع الضوء واش نعرف. واذا كان ما كانش منها حتى الاخوه الاعلاميين المشكورين اللي جاوا معنا اليوم يشوفوا معاناه اهل الجنوب 55. وشهد شاهد من اهلها. كذبوا انت كذب، عطينا حنايا الدليل، جبنا لي هذاك الشيء بالدليل. علاش تكذب كذبون؟ فين عندكم نتوما شيدو؟ فين عندكم شيمه؟ فين عندكم شي بطاطا؟ العدس والو، الزيت والو، السميد والو، كل شيء ما كاش عندكم. علاش تكذب كذبون؟ ها هو بن قرينه كان حقه في الحمله الانتخابيه ديالك، ها هو تقطع عليه الضو مباشره على الهواء. انا بان لي تكذبون بحال تيسافر عبر الزمن وعاود يرجع. ما فهمتش انا والله، ما فهمتش فين عايش هذا الرئيس ديال كرغاله. ايوا سيادنا ندخلوا لحلقه اليوم اللي غنشوفوا فيها اعلام بانو هك والمراره ديالو غتطرطق بسبب نهضه بركان وتاهل نهضه بركان لنهائي كاس الكاف. تيتمناو داخليا يكون عندهم شي رجل بحال القجع، شي رجل يكون عندهم بحال القجع ويعرف يسير الفرق الكرويه ديالهم والمنتخبات ديالهم. هما من فضيحه لفضيحه، من تبهديله لتبهديله. ما غنحركش عليكم المراحل اخوتي المغاربه، حلقه زوينه غادي تعجبكم. غادي نشوفوا شنو قالوا على نهضه بركان اخوتي المغاربه وتاهل نهضه بركان النهائي. ما تنساوش ليا اللايك، بارطاجيو على اوسع نطاق. شكرا لكم للدعم ديالكم المتواصل هذه القناه. الاراء ديالكم تتهمني من خلال التعليقات، واللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. شعارنا الخالد دائما الله الوطن الملك وعاش الملك. مشينا. نذكر فقط بأن النادي الرياضي القسنطيني فاز مشاهدينا الاعزاء بهدف دون رد امام نهضة بركان الذي يسقط لاول مره في هذه المنافسه امام النادي الجزائري بملعب شهيد حملاوي امام اكثر من 35 ألف متفرج كانوا سندا قويا لزملاء ابراهيم ديب في هذه المواجهه. الان سياسي سيركز فيصل بن طلعه على البطوله الوطنيه. يملكون 26 نقطة في الرصيد، عندهم 3 مباريات متأخرة، والفوز ضروري بهذه المواجهات لكي يصعد الفريق أكثر في سلم الترتيب. صحيح كابتن. اليوم نشوفوا الفريق قسنطينة. حبيت برك نوضح واحد اللاعب باوش الظهير الأيسر ممتاز جدا رائع. كابتن اليوم شفناه في هذه المباراتين في المستوى العالي جدا. نتمنوا باش يكون هذا اللاعب يحطوه في الأنظر في الفريق الأول المنتخب الوطني، لأن هذا يعني مكسب للجزائر. لا باوش وشفنا ثاني نفس الشيء لاعب ميسالا اللي ادى مباراه كبيره وسط الميدان ميسالا باوش انا نقول لك مستوى عالي جدا، يقدر يكون في المنتخب الوطني. لما لا ان شاء الله يجيه الفرصه باش يكون في المنتخب. لاعب يعني كل المتتبعين اللي شافوا المباراه اليوم ميسالا زايد باوش يعني ادوا مباراه كبيره. واش نقول لك شباب قسنطينه ان شاء الله، لان قعدوا له 3 مباريات. وما نساوش باللي اليوم عنده 26 نقطه، راح تكون شويه المأموريه صعيبه. لي ماتش روتار هادو كابتن انا نقول لك صعاب بزاف، يتلعبوا سور لي ديتاي دي فوا ما يسترجعوش القوه تاعهم. انا نقول لازم يعرفوا كيفاش يركزوا، ولازم لهم وقت تاع التركيز ولازم لهم وقت تاع الراحه، لان كابتن هادو لي ماتش اون روتار سي لا فان سيزون تتلعب على جزئيات. وراك تعرف كيفاش دوك الوقت اللي رانا فيه، اللي يلعب على الحبطه واللي يلعب على بور لو تيت. جوبونس الشباب راح تكون له مباريات هذو صعيبه جدا. هل سيتمكن النادي الرياضي القسنطيني على الاقل من تحقيق المرتبه الرابعه؟ عبد الرؤوف ناطاش عندهم 26 نقطه، عندهم 3 مباريات متاخره، وما زال في البطوله الوطنيه 6 مباريات كامله. هل يستطيع السياسي أن يحقق مرتبة مؤهلة إلى منافسة إفريقية الموسم القادم؟ أقولها لأنه غاية في نفسي يا عمار عمور، كنت أريد مشاهدة السياسي الموسم القادم أيضا في هذه المنافسة باش تكون عنده الاستمرارية في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. هذا العام وصل للنصف النهائي، العام الجاي لما لا في نفس الدور ولا أكثر من هذا. عبد الرؤوف وشوف شباب قسنطينة يعني مازال عنده الأمل باش يكون في البوديوم. 3 مباريات 6 مباريات بقات على كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. 26 نقطة يعني أنت كي تشوف الفريق اللي راهو في المركز الرابع راهو ب 35 نقطة وفاق سطيف. الآن مازال ما حققش البقاء. يعني كاين 3 فرق الآن اللي حققوا البقاء رسميا اللي راهم في البوديوم. شباب قسنطينة يقدر يعود من بعيد، وشنو عنده مشكل عائق واحد وهو ضيق الوقت ووقت الاسترجاع. صح. خارج من منافسة كبيرة يعني نقولوا مد الجهد تاعو كامل في هذه المنافسه، وزيد على ذلك ما عندوش لاعبين يعني اللي يدير المدرب اللي يدير بهم تورنوفر.
يعني هذا هو الشيء اللي راح يكون عائق لشباب قسنطينه. صحيح. مشكل النادي الرياضي القسنطيني قلناه في برامج سابقة، المشكل هو أنه فترة التحويلات الشتوية للفريق كانت صفرية نقصد بها ما جاء أي لاعب دعم التشكيلة القسنطينية رغم طلبات ماضوي ورغم طلبات الإدارة ورغم ثم كان بعض الدخلاء دخلوا للفريق حبوا يعيثوا فسادا. ماضوي رمى المنشفة ثم عاد ماضوي من جديد إلى الفريق بعد تدخل العقلاء في النادي الرياضي القسنطيني، لكن النتيجة نراها. الفريق الذي أكل الأخضر واليابس في مرحلة الذهاب في البطولة الوطنية انخفض مستواه، وهذا أمر عادي. لا لاعبين لا 3 لاعبين لا 4 لاعبين، عاد لاعب واحد فقط إلى الفريق وهو ابن مدينة قسنطينة ابن النادي زكريا مصباح فقط. احنا ما نقولوش انه تدعيم لانه عاد فقط للفريق بعد 6 أشهر غياب عن هذا النادي، لكن من يعني كان وراء الاستقدامات وما تجلبش لاعبين لماضوي 4 لاعبين ولا 3 لاعبين ليدور بهم التشكيله يتحمل ايضا مسؤوليه الاخفاق في كاس الكونفدراليه الافريقيه للنادي الرياضي القسنطيني في المحطات القادمه. برافو للسياسي وبرافو ايضا لكل الجماهير وتعازينا الخالصة لكل عائلة النادي الرياضي القسنطيني، شباب قسنطينة، الأنصار المسيرين اللاعبين وأيضا الإدارة في وفاة المناصر اليوم بملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة. نفتح أصدقاء ديالي، كانت هذه حلقة اليوم. شكرا لكم الدعم ديالكم متواصل القناة. تحياتي لكم من قلب أخوتي المغاربة. إن شاء الله.